في ناس بتزعل مني عشان بتقول لي يا احمد احنا بنبعت لك على الخاص وانت ما بتردش على حد، مع انك بتقول انك بترد على كل الناس وبتساعد كل الناس. انا ما بكدبش على فكرة، انا فعلا برد على كل الناس. لو انتوا لاحظتوا مش هتلاقوا حد بيرد على الكومنتات قد انا، وبهزر مع الناس في الكومنتات وبتفاعل معاهم وبرد على اي حد بيقول له رد عليا برد عليه. فالناس اللي بتبعت لي على الخاص مستني انا ارد عليهم. هقول لكم على حاجة يا شباب، والله العظيم لو اشوف اسئلتكم اللي انتوا بتسالوها لي دي ليها اجابه عندي اقسم بالله لا ارد. بس لما واحد يقول لي يا احمد انا عايزك اشتغل معاك، هرد عليك اقول لك ايه؟ لما واحد بيقول لي يا احمد شوف لي سفريه، هرد عليك اقول لك ايه؟ لما واحد يقول لي يا احمد شوف لي عقد عندك، انا هرد عليك اقول لك ايه؟ لما واحد بيقول لي يا احمد ساعدني تعمل لي اقامه، انا هرد عليك اقول لك ايه؟ فالاسئله اللي بتيجي من النوع ده وبتبعتها لي في الخاص، وانا فاتح الخاص عندي عشان الناس مثلا تسالني، بس لو لقيت حد بيسال سؤال هو مش متكرر وله اجابه عندي والله هطلع ارد. فاهمني؟ واسالني في الكومنتات، انا برد على الناس كلها. انما الناس بتقول لي يا احمد انت بتقول انك بترد وانك متواضع ومش عارف ايه، بس انت اتغيرت. والله يعني ربنا يشهد على الواحد، انا ولا اتغيرت ولا حاجه. ومش عايز مثلا ازكي نفسي، الناس عارفه والناس اللي بتعرفني شخصيا عارفه، ولا انا بتغير ولا نيل، احنا على الله حكايتنا كلنا. يعني احنا كلنا بنقول يا رب، فاهم؟ كلها بترزق، فاهمني؟ وكمان حاجه، فانت طول الوقت بتبعت لي على الخاص بتقول لي شوف لي سفريه او ساعدني او كده. طب انا اساعدك ازاي؟ ما انا ما عنديش اجابه لسؤالك. طب هرد عليك اقول لك ايه؟ الناس تقول لي طب على الاقل رد. طب هرد اقول لك ايه؟ ما انا ما عنديش اجابه. يعني لا انا هقدر اساعدك تيجي، ولا انا هقدر اساعدك اجيب لك عقد عمل، ولا انا هقدر مثلا اشوف لك اقامه. مش هقدر. لو حد في هولندا سالني على حاجه، احمد مثلا انا محتاج سكن، اقسم بالله برد عليه. والناس اللي بتشوفني وعارفوا ان انا رديت عليهم هيقول لك فعلا هو رد علينا. بقول لك خلاص يا حبيبي ان شاء الله، والله لو ربنا سهل هساعدك او هجيب لك اقامه. والناس التانية اللي بتقول مثلا يا احمد انا محتاج شغل، برضه برد عليك لو انت في هولندا. انما انت في مصر بتقول لي عاوزك اشتغل معاك. طب انت اصلا انت عارف الاول هتيجي ازاي؟ انا عارف وانت عارف ان موضوع انك تاخد فيزا لاوروبا يعني اشبه بالمستحيل. مش بقفلها في وش حد، بس اشبه بالمستحيل. فطول الوقت الفيديوهات اللي انا بعملها هو رد على اسئلتكم اللي بتجيلي في الخاص، وعلى الاسئله اللي انتوا بتسالوها لي في الكومنتات. برد على الناس كلها بقدر المستطاع، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاهمني؟ وفي ناس بتسالني برضه على الخاص، انا مكسوف اقول كده، بيقولوا لي ساعدنا يا احمد. طب ساعدكم في مثلا في فلوس تقصدوا؟ انا والله العظيم مش غني، انا يا دوب بس يعني اللي في اوروبا هو مش غني. انا عايز اوصل لكم الفكره دي. الناس في فكرهم دايما الاوروبيين اغنياء. الاوروبيين على فكره فيهم فقراء واغنياء زينا. يعني انا مش غني ولا فقير، انا مستور. وبعدين انا بكسب عرق، يعني لقمتي من وقفتي على رجلي طول اليوم. انا مش مثلا راجل عندي يوتيوب قناه بتكسب مثلا الوفات في الشهر وانا قاعد ماليش شغلانه. لا، انتوا بتشوفوا طول الوقت انا بطلع اجيب لقمتي من وقفتي على رجلي طول اليوم. يعني بكسب من عرق جبيني، ما بكسبش فلوس سهله. بحاول مثلا اتاجر ابيع حاجات علشان اكسب لقمتي من الحلال. فاهمني؟ لو انا واحد غني مش هتلاقيني واقف طول النهار في المحل عندي بشتغل على رجلي، مش هتلاقيني واقف بقول لك انا ببيع برفان. ليه؟ علشان عايز اكسب لقمتي من الحلال. وده اللي انا عايش بيه هنا في هولندا من ساعه لما جيت اوروبا. عاوز اكسب لقمتي من الحلال. انا بخاف اكسب فلوس سهله علشان ما اتعودش على السهل. اقسم بالله انا بخاف من السهل. خايف لو اتعودت على السهل ابقى كسول وابقى ناكر للنعمه واتعود على السهل. فبحب طول الوقت اتعب نفسي وهمد نفسي علشان احس الحاجه لما بتيجي بتعب وعرق بيبقى طعمها حلو، في سكر فيها، بتحس بقيمتها. وبتحس لما تيجي مثلا الفلوس اللي انت تعبت فيها دي تصرفها، بتحس بالقيمه بتاعتها وانت بتصرفها علشان انت عارف هي جت ازاي. فاهميني يا رجاله؟ فاتمنى الناس تفهمني. والناس اللي بتسالني على الخاص اسئله متكرره، انا اسف مش هقدر ارد على حد لاني انا ما عنديش اجابات لاسئلتكم. فمن الاحسن تسالوني في الكومنتات، فممكن واحد يبقى له اجابه على سؤالك فنتفاعل كلنا. اسالوني في الكومنتات على اللي انت عاوزينه، ولو انا ليا في اجابه هقدر ارد عليها والله ما هتاخر. بحبكم، ربنا يوفق الجميع وربنا يرزق الجميع. واتمنى اكون كده يعني ريحت الناس ديت، علشان انا بيصعب عليا نفسي لما واحد يقول لي يا احمد انت اتغيرت، انت بتكذب وبتقول بترد على الناس بس مش دي الحقيقه. والله انا برد على الناس. لو انا ما بردش على الناس مش هعمل فيديو زي كده علشان ارد عليك. سلام عليكم.